صباح الفل عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ كلمتين على المشي النهارده عن ان احنا نتعلم نقول لا. The power of no. ايه بقى الموضوع ده وايه اهميته؟ كتير جدا 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 بنقول على حاجات احنا مش عايزين نعملها، وكتير جدا بنضطر نقول على خروجات او على مقابلة ناس او على طلبات، واحنا في الحقيقة نفسنا نقول لا. أسهل طريقة علشان تقرر الحكاية دي إنه قبل ما ترد على أي حد أو لأ، محتاج تسأل نفسك شوية أسئلة. يعني لو حد طلب منك مساعدة، لو حد طلب منك إنك تشتغل حاجة معينة زيادة عن الطبيعي، لو حد طلب منك إنك تخرجوا مع بعض، أي طلبات مطالب بيها إنك ترد أو لأ، محتاج تدرس شوية القرار ده. ما تردش على طول، ما تدبسش نفسك، خد وقت واسأل نفسك 4 أسئلة مهمين جدا قبل ما ترد أو لأ. إيه هم ال4 أسئلة؟ أول حاجة، هو أنا عايز أعمل الحكاية دي ولا لأ؟ طب الحكاية دي أنا عندي وقت ليها ولا لأ؟ هل هتضغط عليا ولا لأ؟ هل هستفيد منها ولا لأ؟ هم 4 أسئلة مهمين جدا، هقولهم تاني. أول حاجة، أنا عايز أعملها ولا لأ؟ هستفيد منها ولا لأ؟ عندي وقت ليها ولا لأ؟ هتضغط عليا ولا لأ؟ لو إجابة أي حاجة من الأسئلة دي لأ، يبقى ما تعملش الموضوع ده وتستخدم the power of no، اللي هي قوة كلمة لأ. مش لازم تقول لأ سخيفة، لكن ممكن تقول لأ بشياكة، بأدب، بأخلاق، باحترام. positive no اللي هو مثلا أنا كان نفسي أبقى معاكم في الخروجة دي بس أنا مش قادر، ما عنديش وقت، أو ممكن من غير إبداء أسباب أصلا. ف احنا ما بنستخدمش كلمة لأ كفاية الحقيقة. ساعات بنضطر نقول وتيجي المثل الشهير اللي هو بتاع كنت فين يا لأ لما انا قلت قبل ما نوصل لمرحلة كنت فين يا لأ لما قلت خلينا نسأل نفسنا الأسئلة دي وناخد القرار مبني على الأسئلة دي. لو حاجة هتضغط عليا، لو حاجة مش هستفيد منها، لو حاجة ما عنديش وقت ليها أو مش عايزة أعملها، مش هعملها. لو مش عايزه اقابل الناس دي علشان بروح من عندهم او من مقابلتهم عندي احاسيس سلبيه جامده جدا، مضغوط، دريند، يعني الانرجي او الطاقه مسحوبه مني تماما، بروح قرفان متضايق، كل الحاجات دي مش لازم، خلاص مش لازم اقابل الناس اللي هي هتعمل فيا كده، مش ضروري استخدم لا. لو حد هيطلب مني طلب وانا مش قادر اعمله، او حاسس ان انا مش قادر اعمله، او اجابه اي اسئله من الاسئله اللي قلناها دي لا، يبقى خلاص هقول انا مش قادر. يا ريت نستخدم كلمه لا اكتر مما احنا متعودين نستخدمها، لانها حقيقه يعني بتغير شكل الحياه تماما. it becomes life changing. وانا عارفه انها صعبه، بس مع الوقت، مع التدريب، هتعرف تقول كلمه لا للحاجات اللي انت فعلا مش عايز تعملها. مفيش حد مضطر يعمل حاجة هو مش عايز يعملها. نستخدم كلمة لأ ونجرب ونعود الناس اللي حوالينا انه مش كل حاجة هقول عليها هتاخد وقت، هتاخد تمرين، لكن اللي بيقدر يعملها بيبقى شخص ناضج، وهي دليل النضوج طبعا، وبيرتاح في حياته جدا بعد كده. وصلت؟ اشوفكم دايما على خير. باي باي.